ديال هذا واد وشل واد خندق واد سيدي موسى اللي قدام واد بوزيزات كان 5 ديال المدينه تقريبا 9 كيلومتر وواحد المجموعه ديال القناطر اللي انتهت تحدثت بالاحياء في سيدي موسى الحي ولاد عيسى لا تاخذ هذا يعني نداء الجميع كل واحد الموقع ديالو يساهم في هذا التوعيه ديال هذا المشكل. انا في نفس الموضوع حنا الاوديه ديال البلاصه مثلا ما يمكنش تبناو يتفطروا. علاش؟ لان فين كينتهى وكينتهوا في التراب. خلينا عاوتاني الناس الثقافه المعوجه ديال الناس كيديروا فيه، لان البلاصه اللي ما مشجراش وما تكونش خضراء الواحد كيجي اي قطره ديال الشتاء اللي غادي تتحرك كتجيب معاه التراكمات لو كان مثلا مرتبطين بمنطقه غازوليه كلشي كيجي المصافير تقدر تغطيه. اما مادام ولكن بالنسبه للساكنه اللي ساكنين حدا هذاك القنطرات وداك الشيء بالنسبه للصيف الناموس الحشرات وهذا الحر راني معاك راني معاك ولكن غادي يتغطى مثلا راه السلطات المحليه كدير اكثر من المجهودات ديالها ولكن السنين الموران اللي ما غادي يجي من الفوق غادي يدير التوشي من تحت. فهمتيني دابا شنو بالنسبه انا كي سميتو كاين الواد هادشي نستعمل معاه كاين الواد إلا كاين المشكل ديالو اللي يتعيط ولا المشكل ديال واد الحر. هذا المشكل يمكن يتعالج يتعالج بالتحسيس بالتوعيه يعني الواحد يتحمل المسؤوليه ديالو الشركه ديال الله. حتى هذوك الساكنه اللي ساكنين حدا جنب الواد بانين عشوائيين كيخولوا تما. كاين الساكنات وكاين مسؤولين اخرين كاين الجماعات كاين يعني هذا هو النقاط ديال الموضوع. الا جيتي غطيتيه راه كتخلق واحد المشكل اللي صعيب ترجع والنغيه سورتو واخا المدير ديالنا اغلبيه ديال المدير درنا دي سيون ضبيه والعتبات عندهم واحد الدور مهم دار في هذا الواد داخل الدوق حتى في واد الشن دار في واد سيدي موسى ولكن البوزيزه ما دارش كاين هذاك لي سيون ضبيه بالنسبه للعتبات هذا حتى كنت دارتو الفلاحه على ليبوك في المشروع ما كانش المشروع لكن حنا واحد الجهد تدخل هذاك لي سيون ضبيه عندهم واحد العتبات عندهم واحد الدور مهم. كانت شي حمله الا جات الحمله من الجهه هذا كدير ريغولاريزاسيون ديال لو دي بي ديال الماء يعني هذاك الماء اللي كيجي بزاف حاول يمكن كتريغولا باش يعني كيمشي غير لا كونتيتي اللي نيسيسيوني غادي يمكن يستوعبوا. وثانيا كتقسم هذاك السرعه يعني كتجي واحد الحمله هذيك السرعه كتقسموا باش ما يبقاش المجال ما يبقاش الحيوانات. ثانيا هذاك المشاغياج المشاغياج السوليد هذاك الاتربه وهذاك الاحجار اللي كيجيو كيوقفوا تما بحال ولاد عيسى وخندق. كاين واحد الواد اللي ما داش هو واد بوزيزه ولكن رغم ذلك انا نعطيك ليكزومبل واحد ما عشتو انا وممكن نسمعوا عندنا عاش هذا الواد ديال واد خندق اللي حدا المسجد ولاد عيسى ولا حدا مسجد ولاد عيسى كاين شتو ترونسفورمي كاين واحد لوسيون كابيون سيدي احمد الحاج كاين واحد لوسيون تما كاين الارض ديال العرش والله السنين لقيت باش جات واحد الحمله كبيره شي 3 سنين ولا سنين واحد الترونسون ديال ما كانوش يبغيو يحبسوا البترول كاع هذيك الحجر اللي كان تما واقف ولا واش درنا البوك مع لاجونس الدوليه ولا الديريكسيون جينيرال ديال البترول واش دار غير حيت الكاسكي داش خونا بين القوسين نتفاعل معكم درنا واحد باسان بغيتو واحد باسان صغيره حدا المسجد ولاد عيسى اللي كيدير الماء كان بس كامله جات بالحجر واش داخل من نصوب الحيوانات هذا ما ياخذ 10 بوزون عرفتوا ولا بحال كاع هي اللي تحيد فين جا هذا الحجر جاء من ترونسون من واحد الله يرحم الحاج عيط نقول لك رغم ان كاين لي شيء تما كاين جمجد وتحيد هذا الحجر كان بقى متحيد هذا الحال كان باقي تما وتحيد واش نقول لك
يعني يقول لك القوه ديال هذه الاولاديه وهذا والتصور هذيك المنطقه كانت مغطيه، تصورها كانت مغطيه، هذاك البارتي كانت كوفيرت. خصنا نضطروا يعني هذا مهم. هذا نتمنى ان شاء الله يكون شي موضوع مناوره جمعيه المجتمع المدني بالنسبه اعضاء شي مشكله انا مستعد. بالنسبه للشركه كدير الترقيع، ما كتجيش الاصلاح، كتقول لك على الترقيع. انا الترقيع ما بغيت. لا والكهرباء العلاجيه هذه طبعا مشكله. انا ما غاديش، انا عارف المشكله. لا انا باش نقولها هو هذا المسؤول هذا السي ذات الاضراف وافقها باش نوقع السي خطر شخصيا ما نكروش. اعطانا الارض ودوزنا كوليكتور ديال دابا المشكله الا جينا المشكله السير الصغير هو كاين واحد الزنقه صغيره اللي حتى مابقاش هما بناو مشكل بلي واحد الزنقه ضيقه جدا، التراكت ما غاديش دوز تما، ميزون ما غاديش يدوز. ثانيا عندها واحد لابونت يعني جايه واحد لابونت يعني تقريبا 100%. هذه صعيبه بزاف. دونك تما واش كاين كوليكتور برينسيبال شي فاش كتخدم دخلات لي زون جامي ولا الحوص ما واش هذاك 60 متر في الزنقه ولا 94 متر خصني صماني وين يد العامله تحفر هذا الحجر يدنا غير كوليكتور داسيس ديال التواصل يتحل المشكل. نفس المشكل ديال حنا زروال ان شاء الله مع السين ان شاء الله باش يمشيو لهذه الحاجه ان شاء الله. التضافر نشوفوا، ولكن غير ديك النقطه ديال الطريق اللي كيسدوا عليه موالين الارض وما فهمناش. انا دابا كنقول والله سيد كنوض في ناض العافيه ماشي كتنوض ناض العافيه 3 المرات. كان في واحد هنايا والله الا كنحشم عليكم ملي غادوز الوقايه المدنيه فهمتي، واحد مقدم محمد راجل الاخت فهمتي بيدو طلع من تحت طفى معنا العافيه وكان غيجي دابا يقول طفى معنا العافيه تقريبا نقول لك 10 دقائق ولا شي حاجه اللي نطلب طفى معنا العافيه واخا عيط الوقايه المدنيه ما تحشم تجي من غادي شيء كاين. انا نقول لك النقطه اكثر من هذاك الشيء. سيدي موسى ولاو ماشي ولا وديان ديال واد الحار دابا حاليا، وهذا دابا مازال دابا مشكل كبير دابا علاش ما بغاش هو الريزو كاين، ولكن الناس دابا عندهم كاع عندهم طموحات وسبحان الله.